السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام عبد الحكيم، وان شاء الله النهارده هنحل مع بعض مسألة رقم 96 من ديل تشالنج ليت كود. يلا بينا. مسألة النهارده اسمها ماي كالندر فيرجن 2. المسألة دي هي نفس مسألة امبارح، بس هو صعب الفيرجن شوية. ولو انت ما اتفرجتش على الفيديو بتاع امبارح هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن، وهتلاقيه ظهر لك فوق في علامة الاي. حاول تتفرج عليه لان احنا شرحنا فيه حبة قوانين، وعرفنا ازاي نتعامل مع الانترسكشن وازاي نجيب الكونفليكتس، وشرحنا الدي مورجان لو بالتفصيل. فحاول تتفرج عليه الاول، وبعدين تعالى نحاول نحل المسألة دي مع بعض علشان اللي اتشرح فيه هيفيدك جدا. طيب المسألة دي عاوز منك ايه بقى المرة دي؟ المرة دي هو مش قصده يغلس عليك ولا حاجة، بس هو كل اللي طالبه منك يقول لك بص، احنا زمان كنا بنتعامل مع الكونفليكت ان احنا مثلا لو حصل انترسكشن ما بين الاتنين مع بعض، فبقول ان الميعاد ده ما ينفعش يتاخد. دلوقتي انا بقول لك ان الكلام ده صح، يعني ينفع، انا هقول عليه دلوقتي فاليد. بس امتى هقول ان هو مش هينفع؟ لو انت حاولت تحط ميعاد تالت في النص. يعني انت لو حاولت تجيب ميعاد هنا تالت، او تاخد سيجمنت معينه في ميعاد اوريدي كان حاصل فيه كونفليكت، فبالتالي الكلام ده هقول لك ان هو مش هينفع يتضاف في الانترسكشن دي، فبالتالي الريتيرن تايب هتكون مثلا فولس. غير كده حتى لو حصل انترسكشن مثلا، فبالنسبه لي الاجابه هتكون ترو، مفيش اي ادنى مشكله. تقول لي طيب حلو الكلام. فلو جينا مثلا بصينا على المثال بتاع الراجل ده عشان نفهم الصوره اكتر، فلو جينا مثلا خدنا الانترفالز اللي الراجل ده مديها لك، فهتلاقي ان انت مثلا لو جيت مثلنا خط الاعداد هتلاقي ان خط الاعداد مثلا بالمنظر ده. خلاص، فاحنا لو جينا خلينا مثلا ايه السامبل ده قدامنا كده، وحاولنا نمشي عليه جزء جزء، هتلاقي ان انت اول ميعاد قال لك والله انا عاوز من 10 ل 20. هتلاقي ان اهو ميعاد من 10 ل 20 ده متضاف عندنا، ومفيش اي ادنى مشكله فيه، وميعاد زي الفل 100 100. الميعاد اللي بعده بيقول لك والله ان انا عاوز من 50 لحد 60. هتلاقي ان من 50 لحد 60 ميعاد متضاف برده، مفيش اي ادنى مشكله. يبقى احنا عندنا الميعاد الاول اهو اتضاف، والميعاد الثاني ده اتضاف، مفيش اي ادنى مشكله في كلا الايه، كلا الميعادين. طب بعدها قال لك عاوز انترفال من 10 ل 40. لو ركزت كده هتلاقي ان ده الانترفال اللي بالازرق هو من 10 لحد 40. طيب نسال السؤال المهم، من 10 لحد 40 ده مش المفروض ان هو عامل كونفليكت؟ يعني انا شايف ما شاء الله ايه، في كونفليكت هنا وفي كونفليكت هنا. هقول لك بص، اولا تعالى نعتبر ان الميعاد ده اصلا لسه ما جاش. خلاص، الميعاد ده كانه لسه مش موجود، وايه تعالى نمسح الميعادين دول. كل اللي عليك ان انت مالكش دعوه برضو بالميعاد ده، مش تبعك ولا الميعاد ده. خلاص، احنا خلينا دلوقتي في ال10 لحد 40. طيب من 10 لحد 40 ده بيعمل كونفليكت مع مين؟ والله انا شايف ان هو بيعمل كونفليكت مع ال10 20. مش انا قلت لك ان هو لو انترسكشن واحد بس ده بالنسبه لنا فاليد؟ فبالنسبه لك ده فاليد، مفيش اي ادنى مشكله بتاع 10 لحد 40. طيب الراجل هيجي بعد كده يسالك، يقول لك والله ده احنا عاوزين الميعاد من 5 ل 15، اللي هو فين؟ اللي هو الميعاد ده. 5 ل 15. تعال نراجع كده مع بعض. والله 5 ل 15 الميعاد ده يا كوتش موجود هنا، بس الميعاد ده في ميعادين اتحجزوا من 10 ل 15، اللي هو الميعاد اللي بالازرق والميعاد اللي بالابيض اوريدي واخدين المكان ده. فبالتالي انا ما اقدرش اضيف ابدا بكل حال من الاحوال الميعاد الجديد اللي انت عايزه ده من 5 لايه ل 15. فانا اقول للراجل ده والله انا اسف، الميعاد ده انا مش هينفع ايه، مش هينفع اخده. خلاص، فميعاد من 5 ل 15 ده بالنسبه لنا هيكون ايه، هيكون مش فاليد في الكيس بتاعتنا. فانا اقول له لو سمحت طير لي ايه، طير لي الميعاد ده، ما يلزمنيش خالص. تمام كده؟ طيب حلو. بعدها قال لك من 5 ل 10. والله من 5 ل 10 ده غلبان. ليه؟ لان ال10 اصلا مش انكلودد، هي اكسكلودد ال10 بالنسبه لك، فبالتالي الميعاد ده ينفع معانا، فرجعت له ترو. اخر ميعاد قال لك من 25 ل 50، فادي ميعاد من 25 لحد كام، لحد 55، فالميعاد هيبقى بالمنظر ده. طب هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ تعال نشوف. هتلاقي ان من 25 لحد 55 الميعاد ده داخل في الانترفال اهو، ده بيعملوا انترسكت مع بعض، فمفيش مشكله طالما هما اتنين، والمكان ده فاضي ما فيهوش غير واحد، والمكان ده اتنين. فبالتالي انا مش شايف اي ميعاد بيدخل 3 مواعيد مع بعض، فبالتالي المكان ده برضو يعتبر فاليد. خلاص، فلو بعدها هو حب يديك ميعاد هنا اقول له مش هينفع، حب يديك ميعاد هنا هقول له مش هينفع، اما الميعاد هنا مفيش اي ادنى مشكله فيه. خلاص. طيب احنا دلوقتي فهمنا المساله.
ازاي هنحاول نفايند السوليوشن. طبعا قبل ما نروح ندور على سوليوشن او نحاول نفكر مع بعض، خلينا كده نبص نظره سريعه كده على ايه الكونسترينز بتاعت المساله. هتلاقي ان هو بيديك الستارت والاند لحد 10 اس 9، وقال لك ان ايه اتموست عندك 1000 كول. طالما اداك 1000 كول فالراجل ده لذيذ، يعني انت ايه بيقول لك عيش اللحظه. طيب يا عم هنعيش اللحظه ازاي؟ برضه هنحل المساله واحنا بنعيش اللحظه. اقول لك تعالى نعيش اللحظه مع بعض ونحاول نفكر في حل. فاكر زمان احنا كنا بنعمل ايه لما حلينا الفيرجن الاولاني؟ لو انت اتفرجت على الفيديو معانا هتلاقي ان الراجل ده كان قال لك ان الفيرجن الاولاني هو بس عايز انترسكشن. طيب هل انت متذكر موضوع الانترسكشن ده كنا بنجيبه ازاي؟ تقول لي يا كوتش هو كان بيدينا مثلا اس واحد وكان معانا اند واحد، وهو دلوقتي الراجل ده كان مثلا بيحاول يضيف سكشن جديد. يا اما مثلا هنضيفه هنا هنقول ان اس 2 هتضاف هنا مع اند 2 خلاص، يا اما هنضيف ايه؟ هنضيف السكشن الجديد في الاول، هنقول ان اس 2 هنا واند 2 هنا. طيب ماشي. فاكر الاف كونديشن كانت عامله ازاي؟ ودي حته مهمه. اقول لك لو انت قلت لي ان احنا هنضيفه هنا، فانا عشان اعرف اضيف هنا لازم الاس 2 دي تكون مالها؟ تكون اكبر منها او بتساوي الاي 1 صح؟ فهقول له اف كونديشن لو سمحت بعد اذنك اتاكد ان الاس 2 مالها يا كوتش؟ اكبر من او بتساوي الاند واحد. خلاص ده كده كان الايه؟ كان الجزء الاول. طب الجزء الثاني، والله الجزء الثاني ان انا هضيف في الاول. طيب بما ان انا راح اضيف في الاول هقول له ايه؟ هقول له لو سمحت اتاكد برضو ان الاند 2 مالها اقل من او بتساوي مين؟ الاس واحد. خلاص فانا هقول له لو سمحت اتاكد لي برضو ان الاند 2 اور طبعا كبيره هنا، والاند 2 مالها اصغر من او بتساوي الاس واحد. ده كده كان الجزء اللي بيقول لك ان احنا ينفع نضيف صح؟ ده كان الجزء اللي بيديك الجرين فلاج اللي هو ايه؟ انت كده ينفع تضيف. طب لو انا عاوز اعرف اذا كان في انترسكشن ولا لا، يعني كاني بقول له ان انا عاوز اعرف اذا كان في اتنين سيجمنت بيتقاطعوا مع بعط ولا لا، قلت لك بالموضوع ببساطه حط نقطه في الاول. فبما اني قررت ان انا احط نقطه في الاول فكل اللي عليه ان انا ايه؟ هعكس بس الاشارات. فهنزل اس 2 زي ما هي، وده هتبقى اصغر من الاي. خلاص ده الجزء الاولاني، والعلامه الاور دي هتبقى اند دايركتلي عشان انا بعكس الاشارات، والاند 2 زي ما هي، وهقول له بدل اصغر من او يساوي هقول له ايه؟ اكبر المره دي الاس واحد. خلاص تقول لي ماشي، ده كلام جميل لذيذ زي الفل. ايه علاقه ده بقى بحل المساله الفيرجن الثاني؟ انا ايه اللي عرفني ان هو بينترسكتوا مره ولا اتنين ولا تلاته؟ اقول لك انترسكتوا مره دي احنا كده كده اتناقشنا فيها صح؟ اللي هو خلاص القانون ده هيقول لك لو انت معاك الفيكتور فيه داتا ومعاك اتنين نودز انت بتحاول تضيفهم، ولنفرض ان الاتنين نودز دول ستارت 2 واند 2، فلو الكونديشن ده اتحقق فده معناه ان في انترسكشن. تقول لي ماشي ده كلام مظبوط، بس هو عاوز 3 انترسكشنز ومش عاوز 2. فاقول لك طيب ماذا لو قسمنا المساله لمرحلتين؟ بمعنى واحده من اهم التكنيكس اللي انت هتتعلمها في البروبلم سولفنج ان انت ما تحلش المساله كونفليكت مره واحده، جزء المساله هتعرف تحلها. طب اجزء المساله ازاي عشان اعرف احلها يا كوتش؟ الموضوع باختصار ايه رايك نعمل 2 فيكتور بدل ما كان معاك فيكتور واحد بس؟ احنا هنعمل فيرجن واحد وفيرجن 2 من الفيكتور. طب وبعدين هنعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ اقول لك هنعمل نفس الكونديشن الغلبان ده بس على مرحلتين. تقول لي مش فاهم. اقول لك بص، هو دلوقتي الراجل هيديك انترفال مثلا معين، قال لك اول انترفال مثلا في المساله كان مديك انترفال ولنفرض زي اللي هو ايه قاله لك هنا ده، قال لك والله ان انا عايزك تديني انترفال من 10 لحد ايه؟ لحد 20. خلينا ناخد كده الايه الجزء ده معانا ونحاول ايه نضيف الانترفال زي ما الراجل ده حابب ايه نضيفها له. فمثلا قال لك ان اول انترفال من 10 ل 20. طيب هل يا عم الانترفال بتاع 10 20 ده موجود معاك اصلا؟ والله انترفال من 10 ل 20 ده لا هو هنا ولا هو هنا، فبالنسبه لي الموضوع لذيذ زي الفل. خلاص روح ضيفه في ايه؟ في فيرجن واحد. خلاص فيرجن واحد ده يخزن الايه؟ الانترفال اللي هي مفيش حتى انترسكشنز بينها وبين بعضها، فهضيف 10 ل 20. بعدها قال لك ضيف 50 60، هو مش موجود هنا ومش بيكونفليكت مع اي حاجه هنا، ضيف 50 60 مفيش اي ادنى مشكله. طيب الراجل ده بعدها لو جيت ركزت قال لك انا عاوزك تضيف لي 10 40. طبعا لو جيت تطبق القانون اللي بالازرق ده اللي احنا كاتبينه فوق على ال 10 40 هتلاقي ان في كونفليكت. ليه في كونفليكت؟ مش انت عندك حبيب قلبي في واحد اهو بادئ من 10 لحد 20؟ تقول لي طب الكونفليكت ده من فين لفين؟ والله الكونفليكت ده ما بين هنا 10 وهنا الراجل ده عايزك تبدا ب 10، فغالبا الكونفليكت هيبدا من 10. طب هينتهي فين؟ والله الراجل ده انتهى عند 20 والراجل ده انتهى عند 40، والله غالبا الكونفليكت هينتهي عند المينيمم ما بين الاثنين، فالكونفليكت ده هيبقى من 10 لحد 20. فانا اروح اقول له ايه؟ والله ده في انترفال
حصل له انترسكشن اهو، والانترفال ده ابتداء من 10 ونهايته 20. عرفت منين؟ والله خدت الماكسيمم ستارت وخدت المينيمم اند، والجزء اللي في النص ده هو الانترسكت ما بين الايه السيجمنت اللي انا عايز اضيفها واللي موجودين معايا اوريدي سو فار. خلاص، فبالتالي رحت ضايف الايه الجزء الجديد ده هنا. لو اي حد هينترسكت مع الجزء ده فبالنسبه لي هيكون مش فاليد. فتعال نشوف اللي بعده. والله الراجل ده مثلا قال لك والله انا عايز اضيف 5 15. قبل ما تتشيك هنا، لا تشيك هنا الاول. ليه؟ لان ده اللي فيه التو فيرجنز او التو انترسكشن. تقول لي يعني انت عارف ان المكان ده اقصى حموله ليه 2 مش هينفع ازود عليه، والمكان ده اقصى حموله ليه 1 وينفع ازود عليه، واللي مش موجود لا هنا ولا هنا فده 0، فده كده كده ينفع يتضاف. صح؟ اقول لك صح، برافو عليك. فانا هقول له ان 5 لحد 15، هل 5 15 دي بتكونفليكت هنا مع نفس القانون؟ مع نفس القانون، انا ما غيرتش حاجه. طب 5 15 فعليا الخمسه هنا، ال 15 هنا، فعلا في كونفليكت حاصل. فبالتالي يا عم دي ما تلزمناش، فانا اسف انا مش هقدر اضيف من 5 ل 15 دي. فاقول له لو سمحت ارجع او سيب البتاعه دي وريترن فولس. تقول لي طيب تعالى نشوف كده اللي بعدها. من 10 لحد كام؟ من 5 لحد 10. 5 10 مش بتنترسكت مع حاجه هنا، ما تقلقش. طب 5 10 مش بتنترسكت برده مع حاجه هنا، ما تقلقش. فبالتالي اقول له يا عم شكرا، ضيف لي 5 10 ما فيش اي ادنى مشكله. طيب تعال نشوف اللي بعده. قال لك 25 50 55. طب 25 55 دي هنعمل فيها ايه؟ تعال نشوف هنا. هل هي 25 55 موجوده هنا؟ فعليا الاجابه لا. 25 دي اكبر من 20، فبالتالي هي انترفال بعد. حلو. طب هل هي بتانترسكت مع حاجه من دول؟ والله دي مش هتانترسكت معاها. طيب دي في انترسكشن هيحصل ما بين دي ابتداء من اندكس 50 صح كستارت، عشان ده بستارت ب 25 ده ب 50 ونهايته 55. فانا اقول له لو سمحت في انترسكشن خزنه عندك جديد هيحصل من 50 لحد 55. المكان ده شايل اقصى حموله ليه 2 ومش هينفع يشيل الثالثه. طيب تعال نشوف مثلا بانترسكت مع ده. لا والله مش بانترسكت مع ده، الميعاد ده بعيد عني خالص. فبالتالي انا كده ده الجزء الوحيد اللي عامل معايا كونفليكت، وده اللي نزلته في فيرجن 2. بس انا كده هقدر اخد المكان ده. تقول لي والله الكلام لذيذ جميل زي الفل. فاحنا دلوقتي معانا الفكره بتاعت المساله. تعالى نكتب كود، يلا بينا. فاول حاجه احنا قلنا ان احنا هنعمل 2 فيكتور، فهعمل فيكتور رقم 1 والاثنين فيكتور هيشيلوا بير عادي جدا، انتجر وانتجر، في 1 وفي 2. خلاص، في 1 ده الانترسكشن الاولاني وفي 2 لحد انترسكشن الثاني. طيب كنا بنعمل كل اللي علينا ان احنا بنحاول نلوب على الفيكتور الثاني الاول عشان ده اللي فيه اقصى حموله فيكتور 2. واعمل بديله نفس القانون. فين القانون ده يا كوتش؟ اهو اس 2 اصغر من الاي اند اس 2 كانت اصغر من الاي 1 و اس 2 كانت اصغر من الاي 1 واي 2 اصغر من الاس 1. خلاص، هو ده القانون هو ده القانون. فاحنا هناخد حته حته كده. ادي اس 2 اصغر من الاي 1 اهو. فانا اقول له اف ان اس 2 اصغر من الاي 1 اور كان الجزء الثاني كانت اند الاي 2 اكبر من الاس 1. والله هتقول له اند الاي 2 اكبر من الاس 1. تقول لي فين الاس 1 والاي 1 وايه الحاجات دي؟ والله سهله. خلي الستارت دي هي الاس 2 بالنسبه لك، ده الجزء اللي انت بتحاول تضيفه، وخلي الاي دي هي الاي 2 بالنسبه لك، ده الجزء اللي انت بتحاول تضيفه. طب والاتريتور اللي هنا ده حوله، قول له لو سمحت ده خليه اس 1 وخلي ده اس 2. بس كده؟ بس كده خلصت. فلو انت الجزء اللي انت بتحاول تضيفه ده عمل كونفليكت مع الاجزاء الموجوده في 2، انا هقول له لو سمحت الباب من بيته كده ريتيرن فولس، انا مش عايز منك حاجه، انت كده مع السلامه، طريقك اخضر. ماشي؟ طيب غير كده بنلوب على الفيرجن الاولاني. ممكن حتى تاخد دي كوبي زي ما هي، وتعالى نلوب على الفيرجن الاولاني ونتاكد نفس الكونديشن بالظبط، لان ده اللي بيقول لك الكونفليكت. بس المره دي احنا هنضيف على الفيرجن 2 الاضافات اللي فيها انترسكشن. ليه؟ لان الجزء ده كده حصل له انترسكشن. فانا عايز اقول للراجل ده لو سمحت ابديت الفيرجن 2 بالقيم اللي فيها انترسكشن مرتين. فكل اللي علينا انا هقول له في دوت بوش في 2 دوت بوش اندرسكور باك. مين بقى؟ ركز كده معايا. فاكر لما كان عندنا جزء مثلا بانترسكت مثلا اهو، كان معانا جزء بانترسكت من هنا لهنا وده من هنا لهنا، فالدنيا زي الفل. فانا الجزء اللي حاصل هو ده صح. فهنا في ستارت
وده ليه ستارت، انا هاخد انهي ستارت؟ هاخد الستارت اللي اقل اللي هو المينيمم. طيب وده ليه اند وده كان ليه اند، فانا هاخد المينيمم ايه، اسف هاخد الستارت الماكسيمم وهاخد المينيمم الاقل. الستارت دي مثلا عند اندكس 5 ودي عند اندكس 10، لا يا عم خد ال 10، ودي عند اندكس 20 ودي عند اندكس 30، لا يا عم خد ال 20. فاقول له ان من ايه، من 10 ل 20 هو ده الجزء اللي فيه الايه الكونفليكت بتاعتي. فانا عايز اقول له خد المينيمم ما بين الاس 1 والاس 2، وهتبص الناحيه الثانيه اسف هنا الماكسيمم، وهنا هتبص الايه، هتبص المينيمم ما بين الاند 1 والاند 2. خلاص كده. ونيجي تحت نروح نقول له لو سمحت انت هتريترن ترو، بس قبل ما تريترن ترو حط القيم اللي انت لقيتها في الفيرجن الاولاني. فانا اقول له خلي الفي 1 تبوش اندرسكور باك القيم اللي احنا ضفناها بنجاح اللي هي اس 2 مع اند 2. خلاص كده. فاحنا كده فعليا خلصنا مساله. تقول ايه ده خلصت حتى اسرع من اللي فاتت؟ اقول لك هي 2 لوب بس بنتشيك بيهم وخلصت. تعالى كده نحاول نعمل رن، شوف الريزلت بتاعتنا سو فار هل هتطلع ولا فيها مشكله. هتلاقي ان الراجل ده احنا قلنا له اس 2 اصغر من الاند 1 اند الاس 2 اكبر، الاي 2 اكبر من الاس 1. هو مش متعرف له الاند 1، احنا هنا نسينا ما نقول له هنا اس 1 وهنا اند 1، وهنا برضو نفس الكلام. فتعالى الرن كمان مره. هتلاقي ان فعلا الراجل ده عدى من التست اللي عندنا. تعالى خلينا كده نعمل سبميت نشوف الريزلت بتاعتنا سو فار. هتلاقي ان فعلا الحل بتاعنا جاب اكسبتد وبيه 89% من الحلول. طب يا كوتش بعد اذنك هو الحل ده التايم بتاعه قد ايه؟ بديهي حبيب قلبي، واضح جدا ان هو احنا هنا بنعمل لوب وهنا بنعمل لوب، واللوب دي اوردر ايه ان، فبالتالي الفانكشن دي كلها اوردر ان. تقول لي طيب هل في حلول تانية ممكن نحاول نحل بيها المسألة دي؟ اقول لك بس للاسف الحل بتاعنا التاني مش هيكون اوبتمايزد عن ده. اشمعنى؟ لان احنا فعليا ده بالنسبه لنا البيست كيس اللي احنا ممكن نحل بيها المساله. يعني تقول لي مش هينفع نحلها بست زي المره اللي فاتت، هقول لك صعب ان انت هتديتكت في الست كل الاجزاء، لان انا محتاج اديتكت الايه السيجمنتس اللي بيحصل فيها كونفليكت. ولكن احنا ممكن نستغل الجزء بتاع الانترفالز دي ونتعلم تكنيك تاني جديد مع بعض، الا وهو بريفكس سم. تقول لي ازاي هعملها بريفكس سم اصلا وانت بتقول لي الرينج لحد 10 اس 9 مش عارف اعمل اري بالرقم ده؟ اقول لك انت مين قال لك ان انت لازم تعملها ابديت الرينج نفسه وتروح تمبلمنت كل الفاليوز دي؟ مش هم كده كده عددهم 1000؟ اقول لك قدامك طريق من اتنين. ايه الطريق من اتنين دول؟ اول طريق انت ممكن تحلها فعليا ان انت كل اللي عليك ان انت تقول للراجل ده لو سمحت اعمل هاشنج للفاليوز، او ضيفهم في ايه داتا ستراكشر مش بتكير الرينج كله. يعني داتا ستراكشر عاوزينها لما اقول لها اندكس 1 تكريت لي مكان، اندكس 10 كده مكانين، اندكس 1000 كده 3 اماكن، وهكذا. وما تقعدش ترسم لي الفاليوز كلها من 1 لحد ال1000 عشان اعرف ابديت. تقول لي ايه الداتا ستراكشر دي؟ اقول لك الماب. برافو عليك. خلاص الهاش تيبل بتاعنا يقدر يعمل لك الحركه دي. خلاص. وطبعا هنستغل الميزه ان الراجل ده بيسورت، فبالتالي طالما هو بيعمل سورت فبالتالي انا لو مشيت على الانترفلز بالترتيب هلاقي الراجل ده شغال. تقول لي لا مش فاهم. اقول لك بص تعالى كده نروح تاني المساله، وتعالى ناخد نفس الفاليوز دي ونحاول سريعا كده نسيميوليت اللي بيحصل. لو انا جيت قلت لك ان ده خط الاعداد اللي معانا. خلاص. وقلت لك ان الراجل ده مثلا هيديك فاليوز خلاص بالشكل اللي هو اداهولك ده. قال لك والله ان انا عاوز اضيف من 10 ل 20، فانا ادي ضفت عند ال10 هقول له ان احنا هنضيف واحد. تخيل ان ده المكان 10، وقال لك عند المكان 20 عاوزين دي نهايه الانترفال، انا هماينس واحد هنا. خلاص. فانا قلت له ان بدايتك هنا ونهايتك هنا. طيب الفاليوز الثانيه قال لك والله 50 60، ولنفرض ان 50 60 دي ادي هنا يا عم معاك مثلا ال 50 ضيف واحد، وال 60 معاك هنا حط نيجاتيف واحد. طب الانترفال اللي بعده قال لك والله معاك 10 40. طب 10 40 دي فين؟ احنا كنا ابتدينا ب 10 وهحط ال10 عند ال10 كمان فاليو، فال10 دي عندها 2. ماشي. طيب ونهايتك فين؟ نهايتك والله عند ال40. فين ال40 دي؟ والله ال40 دي المفروض تكون مكان هنا قبل، فانا هقول له معاك نيجاتيف 1. خد بالك ان انا عمال احط بلس 1 ونيجاتيف 1، وبحاول اشوف ايه المكان اللي مثلا هيطلع فيه 3 او مجموع السيجمنتس هيجيب 3. بص كده لما اجي اضيف مثلا من 5 ل 15، طيب 5 15 دي المفروض الخمسه هتكون هنا واحد اهو، وال15 نهايتها هتكون مثلا هنا.
تمام. فانت لو جيت بصيت هتلاقي ان انت في مرحله من المراحل لو جيت بتجيب السبمشن بتاع الفاليوز الموجوده داخل الماب بتاعتك هتلاقي ان هي وصلت 3. وصلت 3، فده معناه ان هم بيكونفليكتوا في المكان ده. اقول لك برافو عليك. هو فعليا هيديك المكان كله، يعني احنا هنا هيكون عندنا خط الاعداد في الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه والسته وهكذا، فهتلاقي ان هو ايه بيكونفليكت من اول الخمسه لحد العشر، كل دول فيهم تلاتات 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 وهكذا. فبالتالي المكان ده ايه مش هينفع معانا. فبالتالي مين الانترفال اللي احنا لسه ضايفينه من شويه ده يا كوتش؟ والله الانترفال ده بيقول لك ان هو من 5 ل 15. خلاص يا عم ال 5 15 ده انت ما تلزمنيش وهروح اعمل له سكيب خلاص. فانا اقول له 5 15 ده مش هينفع معايا وهريترن فولس. طب قال لك بعد كده من 5 ل 10. والله من 5 ل 10 مفيش مشكله. ادي هاجي عند الخمسه احط واحد صح، وهاجي عند ال10 اروح ماينس. خلاص عند ال10 فعليا عند ال10 فعليا ان ال10 دي مش معايا في الرينج او مش معايا في الانترفال. فبدل ما هي 2 هخليها ايه؟ هخليها ماينس ايه 1، فهتبقى ايه؟ هتبقى 1 بالنسبه لها. طيب بعدين معاك من 25 ل 55. 25 مثلا حاجه هتبقى في المكان ده لحد 55 هتبقى في المكان ده. فانت لو جيت بتجمع كده هتلاقي نفسك ادي 2 وهنا بقت 1، هنا بقت 1، هنا بقت 2 تاني، هنا بقت 1 تاني، هنا بقت 2 تاني وهكذا. يعني هتلاقي ان انت كل بلس 1 ليها النيجاتيف 1 بتاعتها. لو حصل في مره لقيت ان انت الفاليوز بتاعتك زادت عن 2، فانا بالنسبه لي اقول للراجل ده والله ده في 3 انترفال هنا، فلو سمحت شطب خلاص. واحنا مش محتاجين نلف من 0 او من 1 لحد 10 او 9، لا ده انا كل اللي محتاج الف عليه هو بس الرينج اللي الراجل ده مديهوني او الفاليوز اللي الراجل ده مديهاني بالظبط بالتفصيل الممل. هي دي الفاليوز اللي انا هكون كير بيها خلاص. يعني انا لو حاولت اسيميوليت الموضوع ده هتلاقي ان انت هنا مثلا محتاج ايه عدد العناصر اليونيك بس، اللي هو شوف الخمسه ال 15 ال 10 ال 15 وهكذا. هي دي الاماكن اللي انت كير بيها، غير كده مش هتكريت لها اماكن اللي انت كده كده مش ايه مش هتحتاجها. تمام. طيب خلينا كده نحاول نكتب الكود مع بعض، يلا بينا. كل اللي عليك ان احنا ايه بدل الفيكتور ده، كل اللي علينا ان احنا هنبدل الفيكتور ده بماب، والماب دي هنقول ان هي من نوع انتجر وانتجر عادي جدا خلاص. وبعدين كنا بنعمل ايه يا كوتش؟ والله كنا كل اللي هنحاول نعمله ان احنا بنقول للراجل ده خلي الماب بتاعت الستارت اللي معاك دي بلس بلس، والماب بتاعت الاند اللي معاك دي اللي هي اند 2 ماينس ماينس، اللي هو مكان حطيت فيه بلس 1 ومكان ماينست منه القيمه بتاعته. طب وبعدين عاوزين نشوف لو المكان ده لو جبنا السبمشن وما وصلناش لثلاثة او عملنا كاونتر وما وصلناش لثلاثة، فهقول للراجل ده انت ايه كده تمام. لو لقينا نفسنا وصلنا لثلاثة هروح اندو الاكشن اللي انا عملته ده. طب هلوب عليهم ازاي؟ عادي جدا، هقول له لوب على الايتريتور اي تي بتلف على الايه على القيم بتاعه الماب. وبعدين انا مطلوب مني اجمع السكند بتاعي، ليه؟ لان السكند ده هو البلس بلس والماينس ماينس. فاقول للراجل خلي الكاونتر بلس ايكوال الاي تي دوت سكند، انا بجمع القيم الثانيه اللي هي فيها وحيد او نيجاتيف 1 خلاص. فلو لقيت في مره من المرات الكاونتر ده ايكوال 3، يا عم الحاج ارجع واكبر منها او يساوي 3، يعني يمكن الاثنين يكونفليكتوا مع بعض، بس دي عمرها ما هتحصل، يعني هو لو اخره 3 بس خلاص. فانا هقول له لو انت وصلت ل3 في اي حال من الاحوال بعد اذن ما عليك اعمل اندو. يعني ايه؟ يعني اعكس دول خلاص. فانا اقول له خلي الماب بتاعت ستارت دي كنت عاملها لك بلس بلس، يا عم انا اسف حقك عليا انا غلطان. والماب بتاعت الاند 2 دي انا كنت عاملها لك ماينس ماينس، يا عم انا اسف خليها له بلس بلس. يبقى انا كده صلحت اللي انا بوظته، هنا بوظت وهنا رحت مصلح تاني. واقول له لو سمحت اصلا لو كنا خدنا الاثنين دول ده هيعمل لي كونفليكت، فلا يا عم ايه كفى الله المؤمنين القتال وايه وارجع اجري اهرب بجلدك ماشي. فاحنا كده ايه هربنا بجلدنا. طيب لو ما كانش حصل الكونفليكت ده فبالنسبه لي خلاص. يعني ايه بالنسبه لي خلاص؟ يعني انا اصلا ضفتهم، يعني انا بضيف الاول واروح اكاونت واشوف الكاونت ده باظ اروح راجع تاني واقول له فولس، غير كده انا بكاونت وهنا ريتيرن ترو بس كده تعالى كده الرن تحس ان انت ايه منبهر قوي بالايه بالثلاث اربع سطور كود دول، بس هو فعليا هي الميشن خلصت. هو نفس اللي بيحاول يعمله بس احنا عملناه بطريقه الايه البريفكس، اللي هو انا ايه بابديت رينج بلس بلس هنا ويبقى ماينس ماينس هنا. فتعالى كده نعمل سبميت ونشوف الريزلت بتاعتنا سو فار.
هتلاقي ان فعلا الحل بتاعنا جاب اكسبتد وبيت 71% مش 89 زي المره اللي فاتت. تقول لي طب ليه يا كوتش؟ اقول لك حبيب قلبي، احنا هنا عندنا الماب بتلف اوردر ان، ودايما تحت وانا شغال بعمل ايه؟ بلس بلس او ماينس ماينس، فده لوج الان في كل مره باكسس اي قيمه داخل الماب، فبالتالي التايم بتاعي ازيد من الحل الاولاني. بس انا قصدت اقول لك الحلين عشان تتعلم تفكر في كل الحلول المختلفه وتعرف التكنيكس اكتر مش اكتر. ولو انت عندك حلول تانية يا ريت برضه تسيبها لنا تحت في الكومنتس، وما تنساش تدعمنا بلايك كومنت وشير، اكيد طبعا سبسكرايبك الجميل. شكرا واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.